اصل ماما يا ابني كانت خاينه، اصل ابوك يا ابني كان خاين. فضيحه 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 بمعنى الكلمه. وطبيعي ان تلاقي الناس بتخون، ده طبيعي جدا، انت منتش في الجنه هتلاقي ناس خاينه كتير. والكلام ده بقى بوجهه لكل واحد بيخون مراته او واحده بتخون زوجها. رصيد الستر هيخلص. المشكله انت ما انتش عارف هو هيخلص امتى عشان تعمل احتياطاتك. بس تأكد ان الخيانة هتتكشف والفضيحة هتبقى بجلاجل. ولما تتفضح انت هتقول يا ارض انشقي وبلعيني، هتتمنى الموت في اللحظة دي. ربنا بيسترك مرة واثنين وثلاثة، لكن رصيد الستر هيجي وقت وهيخلص والسر هيتكشف. واحنا في حياتنا شفنا رجالة كتير اتفضحت وستات كتير اتفضحت وانتهى الموضوع بطلاق ما بينهم. لكن انا بتكلم عن الناس اللي بتخون واحنا عايشين دلوقتي، اللي بتبقى عاملة نفسها حويطة وهي مع حد تاني، واللي بيبقى عامل نفسه حويط وهو مع حد تاني. السر والله العظيم هيتكشف وهيبان. وخد بالك كل يوم في الخيانة هو بيجيب النهاية. كل يوم بيعدي وانت في علاقة مع حد غير زوجك وانت في علاقة مع واحدة غير زوجتك، كل يوم بيجيب اللي بعده والرصيد عمال بيخلص وانت ما انتش واخد بالك. الفقر عمال بيجي في حياتك وانت ما انتش واخد بالك. الامراض عمالة بتيجي في حياتك وانت ما انتش واخد بالك. ربنا بيستر مرة واثنين وثلاثة وانت ما انتش واخد بالك. عمال تتمادى فاكر ان دي شطارة، فاكر ان دي رجولة، فاكر ان دي جدعنة، لما تعرفش ان دي خيبة سودة. فالفضيحة قربت، خليك عارف ده كويس. فهنا مش بقولك خافي من زوجك او خاف من زوجتك، خاف من ربنا. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. في آية تانية ربنا بيقول فيها إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ربنا ما بيحبش الناس دي. وتخيل حد ربنا ما بيحبهوش. الفضيحة قربت. خلي بالك وخلي بالك، ساعتها البيت بيخرب. ساعتها لو تعرف ان ده شخص خاين، يا نهار ابيض، لو تعرف ان ده شخص خاين او دي ست خاينة، شكرا، هي اوريدي هتتطلق وشكرا، موضوع الجواز ده انتهى. انها تتجوز حد تاني. لو الفضيحة بانت مش هتتجوز حد تاني، محدش هيقبل يتجوزها. وساعتها لو في اولاد واتسأل في يوم يا بابا هو انت سبت ماما ليه، او يا ماما انت سبتي بابا ليه، اصل ماما يا ابني كانت خاينة، اصل ابوك يا ابني كان خاين. فضيحة بمعنى الكلمة. فمش شطارة. فوق لنفسك وارجع لربنا وتوب، لأن دي بلوى سودة انت بتعملها في حق نفسك. الخيانة ملهاش مبرر وملهاش أعذار. ما تقوليش أصل هو ما بيهتمش بيا، ده لا يحق لحضرتك انك تعملي الموضوع ده. او انت كمان لو هي زوجتك تعبانة او عندها مشاكل، لا يحق ليك انك تروح تعرف واحدة غيرها. قربوا لبعض وتفاهموا مع بعض وعيشوا حياتكم مع بعض، لكن اوعى انك تخون. وانفصلي عن زوجك لكن ما تخونيهوش. ابعدوا عن بعض لكن ما تخونش. تبقاش عايش كده شخص خاين تحت مظلة الله، بتاكل من رزقه وبتتنعم بنعمه وانت بتخون ربنا وبتخون الامانة اللي هو اداها لك.